السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في وصفة من وصفات سوسو. وصفة اليوم غادي نشارك معكم طاجين ديال اللحم بالقرعة حمراء والزبيب. ندوزو نشوفوا طريقة التحضير مع ذكر المقادير. هنا عندي اللحم كتبقى الكمية على حساب أفراد العائلة ديالكم. كناخذ اللحم كندير ليها شوية ديال البزار، كندير ليها واحد نص معلقة ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، الراس د المعلقه ديال القرفه، والراس د المعلقه ديال العطريه ديال اللحم كتبقى اختياريه. كنضيف ليها واحد الضامه ديال زعفران، وكنضيف واحد شويه ديال الماء، وكنخلط هاد العناصر مزيان، ومن بعد كنحيد اللحم وكنخليها على جنب. هنا عندي 4 ديال البصلات صغار اللي قطعتهم شرائح طويله، وضفت لهم ديك شويه العطريه اللي بقات من التشرميله ديال اللحم. لهاد الطاجين كنحتاج شويه ديال القرعه حمراء مقطعه قطع صغيره، وكنحتاج شويه ديال الزبيب. كناخذ طاجين كندير فيه شويه ديال زيت زيتون اللي تقريبا واحد 4 كاس، كنضيف اللحم ديالنا، وكنضيف واحد شويه ديال الماء، وكنخلي هذا اللحم يتقلى. من بعد كنضيف ليه شويه ديال الماء، وكنغطيه بالورق ديال الطهي، وكنغطيه بالبابي الومنيوم، وكنقص عليه، ندير له عافيه قليله، وكنخليه يطيب. هنا بعد ما داز واحد 35 دقيقه تقريبا عريت على الطاجين، وكنشوفوا اللحم ديالنا واش طابت. من بعد كنضيف ليها البصله اللي قطعتها شرائح طويله، وكنضيف ليها القرعه اللي مقطعه قطع صغيره، وكنضيف الزبيب، وكندير واحد عود ديال القرفه من الفوق، وكنضيف واحد الحبه ديال المسكه الحره. هاد المسائل كتبقى غير اختياريه، غير اضافات اختياريه، تقدروا تضيفوها، تقدروا تستغناو عليها. وكنضيف واحد معلقه صغيره ديال سكر سنيده من الفوق على داك الزبيب، وكنغطي الطاجين مره اخرى بالبابيل ديال بعد ما الطاجين ديالنا طاب ووجد، كنخليه شي شويه ينشف من المرقه اللي فيه، وكنغطي عليه واحد تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد كنزينو بواحد شويه ديال اللوز مقلي، وكيكون الطاجين ديالنا واجد. صراحه تيجي كيشهي وكيجي لذيذ بزاف. تقدروا ديروه باللحم، وتقدروا ديروه في نفس الوقت بالدجاج بنفس الطريقه، كيجي لذيذ. نتمنى الطاجين ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى تجربوه بالصحه والراحه، ونتلاقاو في وصفه اخرى من وصفات سوسو. سلامه.